من النوادر انك تلاقي نملة ميتة في الطريق، والنظافة دي مش صدفة. النملة عنده نظام دفن سري، نظام بيعتمد بالكامل على الخداع الكيميائي. السر مش في العين ولا في الحركة، السر في الريحة. تخيل ان النملة لما بتموت بتفرز كود كيميائي بيقول للمستعمرة كلها انا مت. جسمها بيطلق مادة معينة اسمها حمض الأوليك أسيد. الجزيء دوت هو جواز السفر للانتقال لمقبرة النمل. النمل الكشاف بيشم الحمض دوت وبتوصله رسالة واضحة لا تقبل التشكيك: النملة دي انتهت. فبياخدوها بسرعة وينقلوها لمقبرة النمل بعيد عن المستعمرة. وده مش مجرد احترام للموتى، ده إجراء صحي صارم، عشان النمل الميت لو فضل مكانه هيسبب العدوى والأمراض لجميع النمل الموجود في المستعمرة. نظام صحي مفيش فيه هزار. المصيبة بقى لو نملة لسه عايشة بس اتلوثت بحمض بسيط من الأوليك أسيد، النمل الكشاف هيشم ريحة الموت عليها ويبتدي يدفنها حتى وهي عايشة. النملة المسكينة ديت بتفضل في صراع للبقاء، بتنظف نفسها يائسة عشان بس تزيل ريحة الموت اللي حكمت عليها بالدفن وهي لسه عايشة. العالم ده مدار بالروايح، ودي مش بس معلومة علمية، دي إشارة لدقة وتفاصيل صنع الخالق. تخيل جزيء كيميائي واحد فقط هو اللي بيتحكم في نظام صحي ونظافة وحياة ملايين من النمل. سبحان الله أودع النظام الدقيق دوت في أصغر مخلوقاته.